ودلوقتي بقى اخدكم معايا لمدينة سيينا. يلا بينا. انا لسه راكن العربية وقلت ادخل اشوف البلد دي. البلد ديت ممكن اقول لكم من اكتر البلاد المظلومة في منطقة وسط ايطاليا. الواحد ماشي في المنطقة القديمة بتاعت البلد دي، اللي هي من الاخر يعني المنطقة اللي مش سياحية قوي، المنطقة اللي ساكن فيها سكان البلد بس. هي البلد شكلها فاضية دي كده، ويا سلام كده لو انت تبقى معيش في وسط البلد اللي انت عايش فيها وحواليك الجمال ده كله. جمال دايما بقول عن ايطاليا النقطة دي، جمال قديم بس معتنيين بيه جدا. بص، وفي وسط الجمال ده كله تلاقي الخضرة اللي موجودة وراك دي كلها. الخضرة ديت مش هم اللي عاملينها، الخضرة ديت طبيعية موجودة، بس الفرق اللي هم معتنيين بيها بس، ما سابوهاش تموت، مش اكتر من كده. بص يا سيدي، سيينا بعيدة عن فلورنس حوالي ساعة، وعن بيزا حوالي ساعة ونص. يعني سيينا ديت انت ممكن تعملها يوم صد رد كده من فيرنسا، او يوم صد رد لو انت هتوصل على بيزا. الجمال بقى اللي انت لما بتعمل الفول داي من فلورنس بتعمله سيينا وسان جيمينيانو. دول بلدين اللي بيتاخدوا مع بعض، بلدين صغيرين كده، لكن ما تفكرش عمرك تاخد مثلا بيروجا وسيينا مع بعض. بيروجا بلد كبيرة وسيينا بلد كبيرة، محتاجين كل واحد فيهم حوالي يوم تقريبا. تعال نكمل بقية الفيديو. اتفرجوا معايا، اتفرجوا. معرفش انتوا هتسمعوني ولا مش هتسمعوني. انا جيت المنطقة الأساسية أو مركز البلد هنا اللي بيسموه السيتي سنتر، البياتزا. وطبعا انتوا شايفينه زحمة جدا لأن هي بلد مشهورة جدا سياحية، الأجانب بيحبوا يجوها. ممكن العرب شوية صغيرين لأنهم متعودين يروحوا فلورنس زي ما أنا قلت لكم. تعالى أقول لكم شوية تفاصيل غريبة عن الميدان اللي أنا واقف فيه دوت، اللي هو اسمه بياتزا ديل كامبو أو ميدان كامبو، اللي هو الميدان اللي بيتجمع فيه أهل البلد بحالها. تعالوا بقى أكلمكم شوية على اللي أنا كنت بقول لكم عليه في الأول، الباليو. ايه الباليو ده؟ سيينا ديت مشهوره جدا في ايطاليا وفي العالم كله لمحب الخيل. ليه يا ايمن مشهوره لمحب الخيل؟ لان بيتعمل فيها سباقين خيل بيتعملوا من ايام القرون الوسطى. دلوقتي في الفتره الاخيره بيتعملوا مرتين في السنه. السبق بيتعمل هنا في الميدان اللي انا فيه ده. ازاي يا ايمن بيتعمل في الميدان اللي انا فيه ده؟ هقول لك. شايف المكان اللي ورايا دوت، الاماكن الارض اللي ورايا العاليه البسيطه ديت اللي مفتوح عليها المطاعم داير ما يدور. الاماكن دي كلها اليومين دولت في السنه بتقفل، تمام. والمنطقه اللي في النص اللي انا واقف فيها ديت كلها بيبقى واقف فيها ناس اللي هم المشجعين اللي بيتفرجوا على السباق. والحصانه بتلف داير ما يدور، السبق بيبقى داير ما يدور حوالين الميدان، يعني قدام كل المحلات اللي انتوا شايفينها دي. كل المحلات اللي انتوا شايفينها قدامكم دي بتبقى قافله، والحصانه بتقعد تلف الميدان دوت. ان هو مساحته كبيره جدا. المساحه بتاعته ديت اتقسمت ازاي؟ ايام زمان كان في 9 فرق، تمام، 9 عائلات كبار. 9 عائلات كبار دولت عشان يعملوا السبق بتاع الحصان اللي انا قلت لكم عليه من قيمه شويه، بيضطروا يعملوا ايه بقى؟ يضطروا ان هم يقسموا الميدان ل9 اماكن زي ما انتم شايفين كده. شايفين الفواصل اللي ورايا ديت؟ الفواصل ديت موجوده ما بين مقسمه الميدان ل9 اماكن كده. كل فريق يعرف يقف في المكان بتاعه بالظبط، تمام، ويبقى جاهز للسبق. او لما يحصل مثلا الرئيس بتاعهم، رئيس البلديه او رئيس البلد، عايز يتكلم مع العائلات بحالها، كل عائله يبقى ليها المنطقه بتاعتها تقف فيها عشان ما يبقاش فيه خلافات مين اللي قدام ومين اللي ورا، تمام. يبقى كلهم واقفين قدامه وهو بيتكلم. وفي نفس الوقت لما يبقى في اي حاجه يبقى التشجيع من البلد نفسها. حتى لو احنا لاحظنا واحنا ماشيين، انا وريتكم اكتر من مره مثلا فرق معينه، فريق لونه ازرق، فريق لونه احمر، فريق لونه ابيض، فريق لونه برتقاني، هم مقسمين نفسهم فرق. الفرق ديت في الاصل ايام زمان بادئه من ان هم كانوا عائلات مختلفه، والعائلات ديت كلها مشهوره. تعالوا نكمل احسن في حاجات كتير، يلا بينا.
حاجه من الحاجات برضو اللي انا يمكن انا قلتها لكم قبل كده، اللي بيتفرج عليا وعارف فيديوهاتي عارف دايما اللي انا بقول تفاصيل كتير ممكن تبقى مترابطه ما بين الفيديوهات وما بين بعضها. حاجه من الحاجات اللي موجوده في ايطاليا برضو ان في كل بلد موجود حاجه اسمها الدومو. ايه الدومو دوت؟ بتبقى كاتدرائيه كبيره زي اللي انتوا شايفينها ورايا ديت، تبقى موجوده واخده ميدان من اهم الميادين اللي موجوده في اي بلد، زي ما موجوده واحده في بولونيا، زي ما موجوده واحده في فيرنسا، زي ما موجوده واحده اللي هي فلورنس، زي ما موجوده واحده في ميلان. فكل البلاد الكبيره بيبقى فيها مكان زي دوت هم بيسموه الدومو، تبقى كاتدرائيه كبيره. عشان محدش يكتب لي في الكومنتات الدومو موجود في ميلان بس، لا، الدومو موجود في بلاد كتير جدا في ايطاليا، طبعا مع اختلاف حجمه. هنا برضو حجمه كبير مش صغير زي ما انتوا شايفين ورايا كده. قولوا لي بقى في الكومنتات البلكونات اللي موجوده على الميدان ديت كلها، او البيوت اللي موجوده على الميدان دي كلها، ممكن الايجار يبقى فيها بكام او الملك يبقى فيها بكام؟ تخيلوا كده. اكتبوا لي في الكومنتات وانا هختار الكومنت الصح واقول لكم الرينج بتاع الايجارات في المنطقه ديت ايه. اللي انتوا شايفينه ورايا حواليا دوت فريق واحد من ال9 فرق اللي بتلعب الباليو بتاع سينا اللي انا بقول لكم عليه. عاملين وليمه في الشارع عشان هم اللي غلبوا السنه دي. تخيل بقى، دايما كده. Prima che ci rispondesse di sì ragazzi. Arrogante di modo. شارع كامل متجمعين فيه الناس اللي بتشجع الفريق، تمام، وعاملين وليمه في الشارع وبياكلوا بيحتفلوا. انتوا متخيلين الجمال؟ لمده سنه كامله اعلام الفريق اللي غلب هي اللي بتزين المدينه بحالها. المدينه بحالها الاعلام بتاعتهم هي اللي بتزينها. تخيل بقى اللي هي ديت مدينه من المدن الكبيره اللي موجوده في ايطاليا، اللي تعتبر ما عندهاش فريق كرة قدم بينافس في الدوري. حتى لو عندها فريق بس غير معترف بيه، لان هم مش معترفين باي لعبه غير لعبه ركوب الخيل والسبق. ناس غريبه ها. الشارع مش متخيلين كميه الناس بالهبل، المشجعين بتوع الفريق. حتى العلامات بتاعه النور اللي محطوطه، عواميد النور كلها واخده نفس العلامه بتاعه الشخص اللي كسب. يعني هم عندهم 9، تمام، ال9 دولت بيتغيروا مع كل فريق بيكسب، بيغيروا اللمض اللي موجوده في السيتي سنتر كلها في البياتسا بتاعه كامبو بنفس اللون بالظبط. يعني حتى مش العلم بس، انتوا متخيلين الناس ديت مجانين بجد ولا اروع. تخيلوا بقى، انا كنت جاي البلد ديت وما اعرفش ان هم عاملين احتفاليه النهارده كمان، فحظي حلو عشان على الاقل اصورها واوريها لكم. الفيديو بتاع سينا كمان خلص. ما تنساش تعمل لايك، تعمل شير، واهم حاجه تشترك في القناه، لان انا لاحظت ان اكتر من 60% من الناس اللي بتتفرج على فيديوهاتي مش متابعين القناه. فيا ريت تتابع القناه عشان على الاقل يوصل لك النوتيفيكيشن بكل حاجه جديده انا بنزلها. انا دايما بتكلم عن ايطاليا، للي ما يعرفنيش انا اسمي ايمن، والقناه بتاعتي اسمها ايمانو فلوج. عايش في ايطاليا ومولود في ايطاليا وشغال في ايطاليا وقاعد مع عيلتي في ايطاليا، فما بتكلمش غير عن ايطاليا. لو انت مهتم تعرف كل حاجه عنها وتشوف دايما حاجات جديده ومختلفه بنظره مختلفه، ما تنساش تتابع القناه. تشاو.